مارينا انت بتفكري في قديس؟ هو قديس بجد؟ طب كويس. انت بقى الحاجه اللي بتفكري فيها شيء؟ تمام. طيب قديس ده راهب ولا شهيد؟ ممكن تسالي السؤال صح؟ عشان مش هقولك اكيد. طب ماشي هقول. هل هو راهب مثلا؟ هل هو راهب؟ صح. ماشي. طيب الحاجه اللي انت بتفكري فيها موجوده جوه الكنيسه؟ لا. اوكي سالي. هل هو مش عم بقول لها الرهب ده موجود في انهي عصر من العصور؟ اكيد مش لا هجاوبك يا برضه. مريم، يعني انت مثلاً ضيقي عليا. هل يدير في مصر مثلا يعني؟ ماشي. اسالي بقى. هل ديره في البحر الاحمر؟ غلط. هل الحاجة اللي انت بتفكري فيها الشيء ده يعني موجود في العهد القديم مثلا في الكتاب المقدس؟ كان في العهد القديم يعني. لا. موجود قديم وجديد يعني؟ موجود ماشي في الكتاب المقدس بس أوكي. اختلف شكله. اوكي طيب اسألي. طيب ماشي. هل الراهب ده بما ان ديره مش في البحر الاحمر ديره في القاهرة؟ يلا بقى نلف اديورة مصر. يعني نقدر نقول يعني في القاهرة؟ يس. فين الدير اللي في القاهرة؟ بس ما تستخدميش الفكرة ازادير يعني اصغر شوية مثلا يعني. اصغر شوية. ماشي اوكي. طيب الحاجة اللي انتي بتفكري فيها اللي موجودة دي كانوا مثلا بيستخدموها في الصلاة او بيروحوا يصلوا فيها؟ حلو. اسألي بقى. عجبتك؟ طيب ماشي. هل تمتاز الراهب ده كان معاه مثلا يعني حيوان مثلا طائر مش عارف ايه؟ لا ما كانش معاه حاجة. لوحده؟ كان لوحده. طيب هل الحاجة اللي انتي بتفكري فيها دي اللي هي الهيكل؟ لا. اللي بقى كنيسة يعني؟ طيب هيكل بقى كنيسة دي قلتي موجود يعني. طيب خلاص شكرا يا مريم. اروح. عايزة تعرفي بقى انا كنت بتكلم عن مين؟ انت اللي هتقولي على طول كده؟ خلاص ما انا كسبت. طب ماشي اتفضلي. انا كنت بتكلم عن البابا كرولوس السادس. شفت بقى ان هي حاجة اصغر من دير الطاحونة. شكرا. باي.